تسرع صغار الماشية الخطى فرحة باتجاه المروج الخضراء حيث الكلأ الوفير. خلال الموسم الحالي زرعت 4 ملايين هكتار بالحبوب الخريفية. المزارع محمد الشعيرات وهو يتفقد غرسه الذي ارتوى يأمل أن تحمل الأيام القادمة معها مزيدا من أمطار الخير. كل جافة بزاف، ولكن في الآونة الأخيرة راه كانت تساقطات مهمة وعطات المفعول ديالها. راه دابا بخير الحمد لله إن شاء الله الرحمن الرحيم. في منطقة سيدي بطاش القريبة من العاصمة الرباط قارن كبير العائلة الحاج سباعي الحجاجي بين جفاف الأعوام الماضية وأمطار هذا العام التي لم تشهد لها المنطقة مثيلا منذ سنوات. أما ابنه رشيد فيتفحص آلة الحصاد التي ستعود إلى نشاطها المعهود عما قريب. باقي وقت الشنيت، باقي الوقت تاعها، والحمد لله غاده زينه الحمد لله. ماشي الارض مخصوصه نقولوا حنا كعمل الماء، الحمد لله غاده مره غاده المنتوج غادي مره تعطي شويه الماء، مره الفلاحه غاده مع المنيت هو هذاك. واستبشر مربو الماشية بتساقط الأمطار التي وفرت لهم الكلاء وخففت عنهم مصاريف العلف. إضافة إلى الأثر الملموس لتساقط الأمطار على القطاع الزراعي، ارتفع مستوى ملء السدود المغربية إلى 44%. مخزون يؤمن 7 مليارات متر مكعب من المياه، وهي احتياطيات مهمة للمغرب الذي عانى من توالي سنوات الجفاف. بنسبة 100% ملئت 5 سدود مغربية، وفي انتظار مزيد من الأمطار سيوفر مخزون السدود المياه للزراعة المسقية بالإضافة إلى توفير مياه الشرب. إذا استمرت تساقطات المياه الطارية بالشكل الحالي، هذه يمكن نفوقوا 100 مليون قنطار حتى ل 110 ديال المليون ديال القناطر. إلى توقف شيء، أما الأمطار هذه ننزلوا ل 60 70 حتى ل 80 مليون قنطار. ويوفر القطاع الزراعي بالمغرب فرص عمل ل4 ملايين شخص، في حين يعيش 18 مليون مغربي في البوادي. المختار العبلاوي، الجزيرة، منطقة الزعير، وسط المغرب.